السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص ماتش الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر النسخة فاز الأهلي النسخة 90. فاز الأهلي بالبطولة رقم 38 في تاريخه. مبروك للنادي الأهلي. الفيديو اللي فات كنت منفعل أوي ومتحمس أوي فاعذروني فاعذروني لو الفيديو ما كانش فيه حاجة غير فرحة، بس فرحة لأن خصوصا رومونتادا وفوز كان عصيب، والاهلي ما كانش فنيا حلو قوي، كل حاجه كانت دراماتيكيه. ففوز جاي يعني بصعوبه، وجاي بعد اكسترا تايم، انا كنت مقلق ان احنا نخش على ركلات الجزاء، لان الاهلي مهما كان ما بتطمنلوش في ركلات الجزاء اطلاقا. فكان يعني فوز كده بفرحه الواحد ما فرحاش من زمان ايام القاضيه ممكن. آه، خلص الماتش ب 2-1 للنادي الاهلي. النادي الاهلي لعب بمحمد الشناوي، محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه، اللي بنقول له الف سلام عليك يا رامي. وفي خط الوسط كانوا السوليه وحمدي فتحي ومروان عطيه وبرستاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. الشوط الاول ما كانش في حاجه تذكر غير مثلا الحدث بتاع ركله الجزاء اللي كانت، واصابه رامي ربيعه واصابه عبد الله السعيد. الصراحه انا عايز اقول شابوه لمروان عطيه على التاكلينج العالمي اللي هو عمله ضد عبد الله السعيد او على عبد الله السعيد، اللي احنا استفدنا منه بحاجتين. اول حاجه ان عبد الله السعيد اتصاب وما كملش الماتش، والصراحه من نجوم الكره في مصر حاليا، يعني هو كبير عنده 37 سنه و38 سنه، بس لاعب تقيل قوي وتحس بالخطوره والكره معاه وتخاف منه. يعني هو اكبر واحد في بيراميدز واكتر واحد تخاف منه كان عبد الله السعيد. فارتحنا لما هو طلع. طبعا اصابه غير متعمده يعني، فعشان ما حدش يقول انت فرحان اللهم لا شماته والله، بس انا بتكلم كفنيا للفريق الاهلي. ارتحنا لما عبد الله السعيد اتصاب. وتاني حاجه الكوره كان هيعزم ويشوط من على خط ال 18، فكان نسبة اللي هي اكسبكت الجون بتاعتها كانت معدية نص في المية، نص 5 من 10، فاللي هي كانت ممكن تيجي جون. فالحمد لله. تاني حاجة إصابة رامي ربيعة، الصراحة قنطرة بايخة قوي من رمضان صبحي. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ركلة الجزاء ما كانتش ركلة جزاء، جت في صدره بكل بساطة يا جماعة، والله مش عشان احنا كسبنا حتى يعني. لا، هي الكرة واضحة. في الوهله الاولى انا قلت ركله جزاء، اما اتعادت بالفار اللقطه بتاعت الفار واتعادت بالراحه كده وعلى الهادي، لا جاي في صدره وسقطت على الارض، فمش ركله جزاء. وبرده يعني ممكن كل واحد يقول لي رايه في التعليقات تحت بعد ما تكون ضغطت على اللايك الجميل بتاعك يا اهلاوي يا عظيم. آه، ده كان الشوط الاول يعني انا كنت برضه عايز اقول حاجه برضه يعني. الشوط الاول كان كله في خط الوسط، الفرقتين خايفين من بعض، الاثنين بيلوشهم، ده خايف يجي في الجون وده خايف يجي في الجون، مقلقين. الجمهور كان قايم بالواجب النهارده، والناس عارفه انا اقصد ايه. فكانوا قايمين بالواجب قوي يعني، بيشجعوا الاهلي كويس وبيبوظوا الفرقه التانيه كويس برضه يعني. فالشوط الاول ما كانش في حاجه تذكر غير شويه بعككه، اتنين عندهم حماس وخايفين، حماس وخايفين ان كل واحد فيه يجي فيه جول، لا اكتر ولا أقل. ده كان الشوط الاول تقريبا يعني، الخطوره اللي فيه مش قد كده. جه بدأنا الشوط الثاني ولعب استمرار اللعب السلبي. انا اتفاجئت اصلا ان كولر ما عملش تبديلات، وفي نفس الوقت اللعيبه ما كانش عايزه تبديلات، او ما كانش عايز الفريق، ما كانش عايز تشكيل الفريق، كان عايز ياخد حاجه فنيه او يتحفز اكتر عشان يقدر يديك اللي انت عايزه، لان الاهلي تحس كان نازل. اللعبه كانت تحس ان هم ماشيين في عالم موازي. هنا اللعبه الدنيا بتلعب وواحد بيفكر انا هصحر إيه النهارده، ولا انا لو خسرنا ايه اللي هيحصل. اللعبه ما كانتش على في الملعب، ما كانوش مركزين، ما فاقوش. قال لا اما في الدقيقه 72 ولا 71 اما برامز فاول محمود كهربا عمله، فاوت لعب، رفع رفع الصراحه جميله جدا، اتحطت في البعيد. يعني محمد هاني كان مغطي التسلل بكتفه تقريبا، الحته دي كده كان مغطي التسلل، فمفيش فيها حاجه، مش تسلل اطلاقا، واتحطت في البعيده. الشناوي راح عليها مشكله الشناوي ان هو بيجي يروح مثلا الكور ديت حتى ما يفردش دراعه، لا هو بيروح كده، اللي هو فاهم بيمد دراعه كده وخلاص ما بيفردوش. فجت في العارضه وتردت بهدف، يعني ما كانش فيه تغطيه اصلا او متابعه مع اللاعب اللي حطها براسه وليد الكارتي، لا قصدي احمد سامي. وفي نفس الوقت المتابعه ما حدش كان متابع ولا حد كان مراقب، فراح وليد الكارت حطها بكل سهوله. الشناوي لا يسال عنها الصراحه، لانها في يعني في جوه الستة يارده،
هيعمل رد فعل امتى ويشيلها امتى. فاعتقد انها كانت كوره صعبه. في فرق بقى، والحمد لله الاهلي من الفرق ديت، الفرق اللي هي لما بتكون تايهه ما بتفوش الا لما بتاخد لها خبطه جامده، تتصاب اصابه جامده، يعني اصابه زي دخل فيها هدف. وده اللي حصل مع الاهلي الحمد لله. الاهلي ما فاقش ولا لعب لعبه ولا حس بقى بالدنيا، يعني فاهم انت لما بتكون مغيب وفجأة تفوق. هو الاهلي بقى فاق بعد ما الجون دخل فيه، والجمهور ساعد على كده، شجع جامد، اللعيبه فاقت، حست بقى ان هم في خطوره والماتش بيضيع منهم. فكان الرد يعني مفيش اسرع من كده. كوره محاوله من حسين الشحات ميته، جاب منها ركنيه، ركنيه اترفعت بكل الجمال، ياسر ابراهيم بيحطها في الجون في سكه مين؟ محمود عبد المنعم كهربا. بصوا يا جماعه، انا في الكره الاولانيه قلت رايي بكل صراحه. في الكره ديت انا كنت مقلق الصراحه، اللي هو يعني وكهربا الكره ما اتلعبت من ياسر، كان في حد مغطي كمان؟ هو كان في لاعب تاني موجود ولا مفيش؟ لحد ما الفار نزل الصوره، ازرق واحمر، الازرق سابق طبعا ناحيه الجون، فده يعني ايه؟ مفيش تسلل. فقلت تمام. بس في مشكله برضو بتاخد في الفار، ان هو نتشها بسرعه. يا عم تسيبها لي اتاكد، الحق اخد لها صوره سكرين، يعني الحق اشوف الهجمه يعني. لا ده تحس ان هو بص كده كده، ما تلحقش توقفها ولا تلحق مثلا تشوف الدنيا ماشيه فيها ازاي، ولا تتاكد. انا يا ربك تشوف الالوان، تيجي بقى تشوف ده لون مع ايه وده لون مع ايه مثلا، او ده الرجل بتاعته فين وده رجله فين. ما يوضحش اي تفاصيل خالص. فالحكم طبعا ويقال ان التقنيه بتاعت التسلل، فانت بتحط على اخر حته في جسم ده، في جسم اللاعب، اخر حته في جسم اللاعب، وبيطلع لك الكوره اوف سايد ولا اون سايد. فاعتقد ان الكوره جون مفيش فيها حاجه. وجا بعد كده بقى الهجمه الثلاث ارواح بتاعت بيراميدز، اللي حسين الشحات شال اول واحده فيها، وبعد كده حمدي فتحي شال الثانيه، وبعد كده الشناوي شال الثالثه من قصاد رمضان صبحي. الشناوي في الكوره دي على فكره يعني هي كانت بتاعته في الاول خالص، ما تفهمش عدت منه ازاي او جلت منه ازاي وتشكل منها الخطوره ديت. فالشناوي تحس انه كان مقلق النهارده، ما كانش 100% بتاعته يعني. إيه، وكالعاده فضلنا يعني احنا خلاص عدلنا، تحس يلا بقى نرجع تاني. يا جماعه ما نلعب ونجيب اجوان ونكسب. لا للاسف يعني. فدخلنا في الاشواط الاضافيه، وبيراميدز على فكره كان شكل الخطوره في اخر شويه كده، كان ممكن يجيب فيهم هدف ولا حاجه. دخلنا في الاشواط الاضافيه، والهجمه اللي اتلعبت كذا مره مع حمدي فتحي بالذات، انه يبقى في قلب الملعب وياخد الكوره في قلب الملعب، تتحط له عاليه يقوم ناكشها براسه، جون، والحمد لله المكسب. نأمل بقى. كولر نزل الحمد لله اليو ديانج، ونزل محمد شريف عشان الكهربا كان بدنيا استنفذ. وخلاص بقى بدأ يأمن لحد الفاول بتاع منعم، والحمد لله ربنا كرم النهارده. بس لو حبينا نشيد بحد ولا نقول عليه، طبعا غير انقاذ العالمي يعني، اصلا عبقريه فذه من لاعب باذل مجهود لمده 120 دقيقه، حسين الشحات، والكره تجيله هو ينزل لها بركبه وياخدها بصدره على الارض، عشان طبعا مش هيلحق يمد بيها رجله، ولو مد رجله ممكن تعدي مثلا من رجله ولا حاجه. فاللاعب يكون مركز للدقيقه الاخيره دي وينزل يتعامل مع التعامل ده، لا ده لاعب كبير جدا. ويعني يا جماعه الواحد بعد ما بيتعب مثلا بيجي اول نص ساعه ولا حاجه، خلاص بينسى بقى كل حاجه، وما بيبقاش ذهنيا مش 100% ذهنيا. بس ده ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه وتكمل التألق بتاعك يا حسين يا شحات. طبعا غير الاسيست العالمي اللي هو حاطه، اللي في يعني بص، الله روحي فراحت. ف ده كان لقطتين اهم، لا كان لقطه حسين الشحات بالذات، لو الانقاذ اللي هو شاله في الدايره 18 ده كان لازم تاخد حقها تالت ومتلت. طبعا الرجاله اياهم راحوا يعترضوا عشان عايزين اي ركله جزاء ولا حاجه، بس طبعا مفيش في اي حاجه. الحمد لله كان ربنا كريم وكان واقف معانا في الكوره ديت، الحمد لله اخر كرم. إيه... عايزين نوجه الشكر اللي كانوا رجاله قوي النهارده. حسين الشحات عالمي، يستحق رجل المباراه للاسيست والكورتين اللي هو شالهم الصراحه. ده حسين الشحات. تاني حاجه مروان عطيه، اللي بص، مروان عطيه بينزل يستلم من بين اتنين مدافعين، الاتنين بيفتحوا وبينزل يستلم ما بينهم، ياخد الكوره يديها للمدافع، وياخد المدافع اللي معاه ولا بتاع خط وسط اللي معاه، يفضي مساحه في قلب الملعب اللي هو هيجي يستلم في ظهرهم، ونكسر الخط ده كله. إيه، من علي معلول مضغوط بيروح ياخد منه الكوره ويستلم منه الكوره ويسلمه تاني. من اي حد مضغوط بيتحرك. انا شفت الخرائط الحراريه بتاعته قبل الماتش، حاجه ما شاء الله، حاجه مغطي الملعب كله تقريبا. النهارده ما سددش لان كان حمدي فتحي هو اللي كان واخد حريه حركه. مروان عطيه يعني كان واخد ادوار دفاعيه اكتر، فما سددش كتير على الجول لانه ما كانش في المساحات او على قرب او مقربه ان هو يسدد كتير، فما سددش.
السولية النهارده اللي ما كانش ظاهر خالص، ما ظهرش الا في اللقطه بتاعت ركله الجزاء بس، وغير كده ما ظهرش. ف بيرستاو برضو ما حسيتوش قوي النهارده، ما كانش في الفورمه بتاعته. كهربا كالعاده النهارده عجبني جدا جدا، مش عشان جاب الجون يا جماعه والله، لا الراجل ده بيقاوح على كل كوره، وبيقاوح على الكوره الميته، يعني ما فيش حاجه بيعديها كده. فشابوه كهربا رجع فورمه بسرعه ما شاء الله. غير طبعا ان انا معجب جدا بمحمد عبد المنعم. ناس كتير تبقى ضد اللي انا بقوله ده، بس بجد انا فرحان ان محمد عبد المنعم لاعب هادي، وهو في خط الظهر بتاعك انت مطمن مش قلقان من اي حاجه. اليو دانجا لما نزل حسيته مركز غير العاده بتاعه. انا كنت دايما بقول ان اليو دانجا لما بينزل بيبقى ما بياخدش حساسيه الماتش، ما بينزل بديل. النهارده حسيته هو نازل الكورتين هو لمسهم مركز فيهم. آه، قفشه بس بعيب عليه ان هو بطيء قوي، يعني في كوره اتحطت له في قلب الملعب، كهربا حطها له بالكعب، مصمم مش بص على كهربا وحطها بطويله على كهربا. لو كان بص شماله كان حسين الشحات مسك الناحيه الشمال دي كلها لحد الشناوي فاضي، كان هياخدها يروح انفراد ويرجعها لقفشه بالعرض، قفشه يحطها جول يعني. عايز بس قفشه يفوق ويشيل ضغط الجماهير اللي عليه، واحنا كجمهور نساعده في كده، ما نقعدش نلوم ونعاتبه كتير. هو هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله، وهيرجع للفورمه ويرجع لمستواه في اسرع وقت باذن الله. ده كان حاجه بسيطه عشان هو بس اللي عايز يركز شويه الصراحه، لان النهارده في كذا كوره اتعامل معاه بشكل مش احسن حاجه. آه، شركه تذكرتي ده لازم نقدم لهم الشكر، وامن القاهره تقدم له الشكر طبعا، زي ما احنا قلناها من الفيديو اللي فات على التذاكر. الراجل لوح انه معاه تذاكر والكلام ده كله. النهارده مفيش حد قال جمهور الاهلي هو اللي دخل، وجمهور البيراميدز كان قله، وده الطبيعي لانهم ما همش جمهور، فمفيش حد مثلا زمالك اسماعيلي دخل الماتش وكده يعني. فمبروك للاهلي وجمهوره، وهارد لك لبيراميدز، وان شاء الله موعدنا مع السوبر في الامارات يوم 5/5، مع بطولة جديدة ان شاء الله هناخدها برضو ان شاء الله في الامارات يوم 5/5 باذن الله، الاهلي والزمالك، ونشوف اللي ساعتها اللي هيحصل. عايزين كابتن جمال غندور النهارده معلق على ركله الجزاء، قال لك ركله الجزاء غير صحيحه، وجاد جريش قال ركله الجزاء غير صحيحه، وكابتن جمال غندور قال لك على التسلل ان هي الكوره مش تسلل، الكوره هدف صحيح بتاعت كهربا. قال لك نصا اللي هو قاله، عشان ما حدش يقول لي انا بحرف كده، نصا اللي هو قاله، قال لك ما بحبش اعلق على تقنيه الفيديو في التسلل بالذات، لان انت بتدخل لها اخر نقطه في جسم اللاعب اللي هو كهربا، واخر نقطه في تاني مدافع، وبتحطهم على الجهاز بيطلع لك هي تسلل ولا مش تسلل، فانا مش ما بحبش اعلق عليه. ده اللي هو قاله نصا. قال لك هو اللعبه شغاله لايف، انا حسيتها تسلل اكتر، بس لما نزلت الخطوط خلاص مشيت مع الفار. بس قال لك برضه لام عليهم، قال لك المفروض يبقى يسيبوا لنا اللقطه على الفار مده اطول، عشان او على الشاشه عشان نقدر نبص كويس في اللقطه ديت. طبعا اخيرا قبل ما ننهي الفيديو، كابتن رضا عبد العال المثير للجدل النهارده طلع في البريمو مع اسلام صادق، ولا المهاجم اللي هو بيطلع معاهم ده مش متابعهم اصلا، محمد فاروق. ما شاء الله طلع، بص شفت اللي ميت له ميت، طلع حزين ومكتئب كده. طبعا كلنا عارفين ان هو ما بيحبش الاهلي وهو زملكاوي، ويقول لك احنا هدفنا الكره المصريه ومش عارف ايه. يعني قال لك تصريح بيقول لك ايه، بيقول لك طبيعي ان الاهلي يكسب، لان كل حاجه كان في صالح الاهلي، كل العوامل في صالح الاهلي، من اول ان هم سمحوا بدخول الجمهور لخاطر النادي الاهلي، ده غير ان الحكام ما رضوش يجيبوا حكام اجانب. فشوف بيلف لك اللفه كلها. انا هاخد اول جزء، الجمهور هو الطبيعي يا كابتن، يا كابتن انت لعبت في وسط جمهور، هو الطبيعي ان المدرجات تبقى فاضيه ولا المدرجات تبقى مليانه؟ رد. ايه الطبيعي؟ مش طبيعي ان الدرجات تبقى مليانه؟ وايه يا جماعه، احنا اللي ادونا العالم كله مدرجاتنا فاضيه اصلا يعني. فهو ده الطبيعي ان المدرجات مليانه. هو بالعكس هم جاملوا بيراميدز ان هم ادوا لهم نص التذاكر وسابوا المدرجات فاضيه. دي المجامله بقى اللي اتقال عليها مجامله، بس خلاص هو اتحاد الكوره ما يهموش غير الفلوس في الاخر، وخد الفلوس. ما تجيش بقى تقول لي جاملوا الاهلي على الجماهير بتاعته، ايه هنسيبوا مدرجات فاضيه عشان جمال عيونك؟ خلاص يبقى ادفع انت فلوس المدرجات دي. صراحة تصريحات غير مسؤولة، وهو بيحب يطلع بس يثير الجدل لا أكتر ولا أقل. طبعا الحكام هو بيلوح لحتة إن الأهلي مثلا هو اللي استفاد من الحكام، ومتضايق قوي يعني. هو أول كلمة قالها في الاستوديو قال لك أنا مش هتكلم فنيا عن الماتش غير لما ناخد رأي الحكام في اللقطات اللي حصلت. عايز يحاول إن الخسارة كلها بسبب الكهرباء، وإن الكرة كهرباء تسلل.
لما تقول يا عم إن الحكام اصلا لغوا فار، لغوا لقطه صعبه اللي هي بتاعت ركله الجزاء، لانها الكاميرات فيها يعني مش كان قرار صعب برضه، مش سهل ركله جزاء يعني. وفي طرد على الاهلي والفار رجعه، فالفار كان مركز والحكم كان مركز، فاللي هو لا لازم نثير الجدل ونعمل اي وجع دماغ على الفاضي. فمش عارف لحد امتى والله العظيم هيفضل يحصل كده مع كابتن رضا عبد العال، يعني يطلع يفرح ويقول لك انا مش فارق معايا الكلام ده كله، انا اللي فارق معايا الكره المصريه. انت مش فارق معاك والله الكره المصريه، انت مش فارق معاك ان الاهلي، انت زعلان ان الاهلي خد الكاس 38، لا اكتر ولا اقل. فبلاش نفاق وبلاش تضليل على الشاشه، يعني عشان ربنا يسترها معانا ومعاكم جميعا ان شاء الله. إيه، شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه، واتمنى من حضرتك اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم.